السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بتحلية رائعة في اطار الوصفات الاقتصادية، نتمنى من الله تعجبكم وتجربوها. صدقوني راه كتجي رائعة في المنظر وفي المذاق، وبمقادير اللي بسيطة وبطريقة ديال البسطيلة، ديال ورقة البسطيلة اللي غنصايبها معكم وغنشارك معكم الطريقة اللي ناجحة تقدروا تعتمدوها حتى في المملحات. نمشيو للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله. درت كاس ديال الفورص دقيق، زدت عليه كاس ديال الماء عادي ديال الروبيني، معلقه ديال النشا. غنخلط المكونات، واحد القبيصه ديال الملحه، خلطوه مزيان. انا غادي نطحنو في الخلاط، اللي ما عندوش الخلاط الكهربائي يقدر يدير غير الصفايه ويصفي، المهم ما يبقاوش الحبيبات ويجي داك الخليط ملس. كنخليه يرتاح تقريبا نص ساعه، خليه يرتاح باش تنجح معايا ورقه البسطيله نص ساعه تقريبا. ملي كيرتاح كناخد المقله ديالي ديال الطيفال اللي ما كتلصقش، وكندير من تحت منها كاسرونه ولا مقله اخرى وسع منها يكون فيها الماء، بحال غنطيبوها على البخار. ملي كتسخن مزيان تتسخن المقله مزيان، كنبدا ندير بالشيته بهذه الطريقه اللي كتشوفوها في الصوره. كنبقى تابعه الجناب، عاد كندير في الوسط. الا بانت ليا شي بلاصه بقات فيها هكا ما دايراش نزيد شويه. المهم ما كنحيد الورقه حتى تيبداو يبانوا ليا الجناب طلعوا. ملي كيبداو الجناب تيطلعوا بوحديتهم صافي كنعرفها طابت وكنحيدها. كناخذ واحد المنديل وكندير من فوق منه بلاستيكه، وكنحط الورقه ديالي وكندهنها بالزيت. كنبدا من الجناب حيت الجناب دغيا كينشفوا، عاد ندهن الوسط. كنستمر بهذه الطريقه تندير وحده فوق وحده وانا كندهن بيناتهم. فين ما كنسالي وحده وكندهنها كناخذ داك البلاستيك كنرجعو عليها وكنغطيه بالمنديل صافي، وكنمشي نكمل الورقات اللي بقاو ليا. غنعاود معكم وحده. غنمسح ملي ساليت ديك ورقه البسطيله الاولى اللي درت، كنمسح بشي منديل وكنبدا ندير بالشيته حتى تنساليها. هنايا هاد الكاس ديال الدقيق مع كاس ديال الماء عطاوني بالضبط 7 الورقات. اللي بغى تضاعف الكميه دير 2 كيسان 3، مهم قد الماء قد باش عبرت قد الدقيق. صافي كنستمر بحال هكا. الكاس بدات تنشف معايا، وحضيو ولا ينشف منكم الماء لتحت مره طلعوا على الماء اللي دايرينو في تحت الكاسرونه لا تنشف وتبدا تحرق لكم. هنايا كملت الكميه كامله، هانتوما كتشوفوا راه ما كتعجن ما والو، دغيا كتطلق تتبقى وكتبين. تقدروا تعتمدوها حتى في المملحات البريوات، غنشاركهم معكم ان شاء الله. هما كملتهم كلهم صافي. هذه هي الاخر اللي كانت عندي، دهنتها وغنغطيها وغنمشي باش نقليوها. ناخذ واحد المقله، درت فيها غير شويه ديال الزيت، راه ماشي بزاف، راه غير شويه البنات. هانتوما تركزوا معايا مزيان في الطريقه. كناخذ واحد المدلك وكنديرو في الوسط وكنبقى ندور، كنبقى ندور ندور ندور، وباش تجيكم ديك الورده بداك الشكل كنعاون بالمعلقه. ملي كدوروا المدلك مثلا على اليمين كديروا المعلقه على اليسار باش يعطيكم داك الشكل ديال الورده، ومن الوسط تجي خاويه. اذا كان عندكم المدلك كبير كان افضل. انا عندي هذا المدلك غير صغير، جاتني ديك الحفيره الوسط صغيره. صافي راه نتوما كيبان لكم الزيت راه قليل، راه درت غير شويه بما انه راك عارفين غالي. الله يلطف بينا وصافي. صافي خديته هنايا، كنبقى ناخذ شويه وكنخوي من الفوق. هي راه خلاص مع رقيقه دغيا كتحمر، وما كتشربش الزيت مع ديك المعلقه ديال النشا، ما كتشربش الزيت. راه كيبقى لي تقريبا نفس الكميه اللي درت في الاول كتبقى لي فاش كنسالي. هانتوما غنعاود معكم وحده اخرى. هانتوما كنحط الورقه وكندير المدلك الوسط وكنبقى ندور، ما نوقفوش حيت دغيا غادي طيب وما غتاخذش داك الشكل اللي بغينا.
صافي كنعاون بهذيك المعلقة وانا كندور، غير كتبان لكم كرمات صافي راه خاص تحيدوا داك المدلك صافي، وكتبداو تستمروا باش طيب لكم من الفوق ومن التحت. صافي كنكمل الكميه كامله دوك السبعه اللي عندي، كنسقطرهم في ورق ديال الطبخ، نخليهم ينشفوا ونمشيو نحضروا الكريم باتيسير اللي غنعمروا به الداخل. في كاسرونه ندير واحد الكاس ديال الحليب مع 2 معالق ديال الكريم باتيسير. الا ما توفرتيش عليه تقدري ديري 2 معالق ديال النشا مع فاني. زدت عليهم واحد المعلقه ديال السكر سنيده ودرتهم فوق البوطه حتى غلى الخليط وعقاد ليا. من بعد غادي ناخذ واحد الزلافه وندير فيها الخليط باش يبرد، نغطيها من الفوق بواحد البلاستيك غذائي باش ما ديرش القشره، وناخذ جيب حلواني. انا استعملت هذا اللي تيكون عند بائع لوازم الحلويات، راه تقريبا كيدير درهم. كناخذ هذيك الورقه ديال البسطيله اللي على شكل ورده وكنعمر ديك الحفيره اللي الوسط والجناب ديالها بداك الكريم باتيسير. هنا غناخذ انا التوت نديرو في الفوق ولا الفريز ولا البنان، المهم اللي متوفر عندكم في البيت زينوا به. ودرت واحد الكيويه قطعتها طريفات صغار باش يجيني داك الشكل ديال الورده، حيت هنايا الخضر كيتواتى مع الاحمر تيجي زوين. صافي وكنزينها بحال هكا، وحده راه درت فيها شويه الفيرميسيل الاسود. المهم التزيين كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الاختيار والمتوفر في البيت، سواء بنان ولا كاوكاو ولا شوكولاط مذوب، كيبقى الاختيار لكم. نتمنى من الله تعجبكم هاد التحليه اللي شاركت معكم اليوم، وتجربوها وتعطوني رايكم في التعاليق. شكرا لكم بزاف حيت تدعموني، ولا جربتوها كتبوا لي تعليقاتكم كتفرحني، والله ييسر لكم الامور، ودمتم في رعايه الله وحفظه. نخليكم مع الصور ومع الفيديو، الله يعاونكم.